الزفاف المشؤوم، قصة الشقة المسكونة وأسرارها الغامضة، وكيف تحولت حياة الكثيرين إلى كابوس لا ينسى. هذه القصة ليست مجرد خيال، بل هي شهادة على أن هناك أشياء في هذا العالم تفوق تصوراتنا. هل أنتم مستعدون لمواجهة الرعب الذي يسكن هذه الشقة؟ تابعوا القصة كاملة لتعرفوا الحقيقة المروعة. قصة غريبة بعض الشيء حدثت في إحدى الشقق المجاورة لمنزلي، لم أحضرها ولكنهم قصوها لي. تحكي عن حفل خطبة أو زفاف حدث في هذه الشقة. أجتمع أهل العروسين ليعدوا أشهى المأكولات وليقيموا الزفاف، وتعالت الزغاريد وأصوات الناس ليباركوا العروسين ويتمنوا لهم حياة سعيدة رغيدة. لكن بينما إحدى السيدات تطبخ، انفجرت 3 أنابيب غاز كانت مخزونة لإعداد الطعام، وذلك لأن أهل العروسين كانوا من الأغنياء ويعدون جميع أصناف المأكولات. وأثناء الانفجار نشب حريق هائل في الشقة ليقتل كل من فيها، وتفحمت جميع الجثث ولم يتمكن أحد من النجاة، ومنهم العروسان اللذين تم زفافهما للأسف إلى الموت، وكان المأذون عزرائيل. حادث مؤسف حزن الجميع لأجله. وبعد ذلك بمدة قام المالك أو الورثة ببيع الشقة لرجل مسن متدين، والعجيب أنه لم يتم 4 أيام في الشقة حتى هجرها. سأله الجميع عن السبب، فقال: هناك أشياء أغرب من الخيال تحدث داخل هذه الشقة الملعونة. قال بأنه كان يستيقظ من النوم على أصوات لأناس يتكلمون ويباركون لبعضهم، أو يرى ظلالا من خلال باب غرفته الشفاف، برغم من أنه لم يكن هناك أحد غيره في الشقة. وحين يقوم ليري ماذا يحدث لا يجد أحد، والصالة تكون خالية وهادئة هدوء مخيف. العجوز استعاذ بالله وذهب ليشرب قليلا من الماء، ثم عاد إلى فراشه مجددا. تمدد على السرير قليلا يفكر فيما يجري من أمور غريبة، وحين تقلب بجسمه نحو الطرف الآخر من الفراش رأى فستان زفاف محروق موضوع على طرف السرير. وكان هناك صوت امرأة تغني في الحمام كأنها عروس في ليلة زفافها. ارتعب العجوز جدا، لكن ليت الأمر انتهى عند هذا الحد. فعندما التفت وراءه وجد أناسا يجلسون ويحدقون إليه، ولم يكن هذا الذي أرعبه. لكن الذي أرعبه فعلا هو أنهم كانوا محروقين. نعم، كانت جلودهم محروقة، وظلوا ينظرون إليه. وراح العجوز المرعوب يتلو بعض الآيات القرآنية حتى اختفوا عن ناظريه. العجوز رحل عن الشقة ما أن طلع عليه الصباح. ويزعم الناس أن هذه القصة حقيقية، وأنا ارتعبت بشدة حين سمعتها أول مرة. بعد رحيل العجوز عن الشقة بدأت الأحاديث تنتشر بين سكان الحي عن الأحداث الغريبة التي شهدتها الشقة. لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو التفكير في استئجارها. بقيت الشقة مهجورة لعدة أشهر، حتى قرر شاب مغامر يدعى سامي استئجارها بعد أن سمع عن سعرها الزهيد. كان سامي طالباً في الجامعة ويبحث عن مكان هادئ للدراسة والإقامة. لم يكترث بالشائعات حول الشقة واعتبرها قصصاً خرافية. انتقل سامي إلى الشقة وبدأ بترتيب أغراضه. في الليلة الأولى شعر سامي ببرودة غير طبيعية في الجو، لكنه تجاهل الأمر وذهب إلى الفراش. عند منتصف الليل استيقظ سامي على صوت همسات وضحكات خافتة. نهض من سريره وتوجه نحو الصالة، لكنه لم يجد أحداً. عاد إلى فراشه وهو يشعر بالقلق. وفي الليلة التالية بدأت الأمور تأخذ منحى أكثر رعباً. استيقظ سامي مرة أخرى على صوت خطوات تقترب من غرفته. فتح عينيه ببطء ورأى ظلال تتحرك عبر الباب الشفاف لغرفته. حاول سامي طرد الخوف بقراءة بعض الآيات القرآنية، لكنه لم يستطع النوم مجددا. في الليلة الثالثة بينما كان مستلقيا في فراشه سمع صوت امرأة تغني في الحمام. نهض ببطء وتوجه نحو الحمام. فتح الباب بيد مرتعشة ورأى فستان زفاف محروق موضوعا على حافة الحوض. ارتجف سامي وشعر بالعرق يتصبب من جبينه. وبينما كان يحاول فهم ما يحدث ظهر أمامه رجل وامرأة بملامح محروقة ينظران إليه بصمت. صرخ سامي بأعلى صوته وهرع إلى الخارج. قضى بقية الليل في سيارة صديقه ولم يعد إلى الشقة أبداً. قرر سامي مشاركة تجربته مع أصدقائه في الجامعة. بعد فترة قرر أحد أصدقائه الذي كان مهتماً بالأمور الغامضة استئجار الشقة للتحقيق فيما يحدث. نصب الكاميرات وأجهزة التسجيل في كل زاوية من الشقة. في الليلة الأولى التقطت الكاميرات أصوات همسات وضحكات وظلال تتحرك في أرجاء الشقة. في الليلة التالية سجل صوت خطوات واضحة تقترب من غرفة النوم. في الليلة الثالثة ظهرت صورة واضحة لرجل وامرأة بملامح محروقة ينظران مباشرة إلى الكاميرا.
بعد مراجعة التسجيلات، قرر صديق سامي نشر الفيديو على الإنترنت لتحذير الآخرين. سرعان ما انتشر الفيديو وحظي بانتشار واسع. أصبح الجميع يعرفون قصة الشقة الملعونة، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها مرة أخرى. تحولت الشقة إلى مكان مهجور، وظلت قصة الزفاف المشؤوم والأحداث الغامضة التي حدثت فيها عالقة في أذهان الجميع كواحدة من أكثر القصص رعباً في الحي. بعد انتشار قصة الشقة المسكونة عبر الإنترنت، قرر أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة المتخصصة في التحقيق في الظواهر الخارقة أن يقوم بتصوير حلقة حول هذه الشقة. تواصل فريق البرنامج مع سامي وصديقه لجمع أكبر قدر من المعلومات والشهادات عن الأحداث الغريبة التي شهدوها. في اليوم المحدد، وصل فريق التصوير إلى الشقة مزودين بأحدث الأجهزة والتقنيات لكشف أي نشاط غير طبيعي. بدأ التصوير مساءً، وكانت الأجواء مهيبة ومرعبة. تحدث سامي وصديقه عن تجربتهما بالتفصيل أمام الكاميرات، بينما كان الفريق يلتقط الصور ويسجل الأصوات في كل زاوية من الشقة. عند منتصف الليل، بدأ فريق البرنامج يشعر ببعض التغيرات الغريبة. انخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وبدأت تظهر ظلال غامضة على الجدران. فجأة انطفأت جميع الأضواء في الشقة، وسمع الجميع صوت همسات وضحكات تأتي من المطبخ. اندفع الجميع نحو المطبخ ليجدوا فستان الزفاف المحروق موضوعاً على الطاولة، ورائحة الدخان تملأ المكان. لم يستطع الفريق تفسير ما يحدث، لكنهم قرروا متابعة التصوير وتوثيق كل شيء. في اليوم التالي، قام فريق البرنامج بتحليل جميع التسجيلات التي حصلوا عليها. اكتشفوا أصواتاً غير مفهومة وهمسات متقطعة تظهر بوضوح في التسجيلات الصوتية، بالإضافة إلى صور ظلال تتحرك بشكل غير طبيعي في أرجاء الشقة. عرض البرنامج الحلقة الخاصة بالشقة المسكونة، وسرعان ما أصبحت حديث المدينة. توافد الناس من كل مكان لمشاهدة الشقة ومعرفة المزيد عن قصتها. ومع انتشار الخبر، تواصل أحد أفراد عائلة العروسين المتوفين مع البرنامج ليشارك تفاصيل جديدة. أخبرهم قريب العروسين أن الحادث كان له تأثير كبير على العائلة، وأنهم حاولوا بعد الحريق تطهير الشقة عدة مرات دون جدوى. وأكد أن العروسين كانا مرتبطين جداً بالشقة، حيث قضيا فيها أوقاتاً سعيدة معاً قبل الكارثة. بعد عرض الحلقة، قرر المجتمع المحلي إقامة حفل تأبين للعروسين وكل من فقدوا حياتهم في الحريق. تجمع الجميع أمام الشقة وأقاموا صلاة جماعية وقراءة للقرآن، أملاً في أن يجد الأرواح المفقودة السلام والراحة. ومنذ ذلك الحين، توقفت الظواهر الغريبة في الشقة. أصبحت الشقة مكاناً للزيارة والتأمل في الأحداث المؤسفة التي جرت فيها. وبالرغم من أنها ظلت غير مأهولة، إلا أنها أصبحت معلماً تاريخياً في الحي، وقصة حقيقية تروى للأجيال عن الحادث المؤسف والشقة المسكونة التي أثارت الرعب في قلوب الجميع. إذا أعجبتكم هذه القصة المخيفة وتودون سماع المزيد من الحكايات المثيرة والغريبة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا. استعدوا لمزيد من الإثارة والرعب مع كل قصة جديدة.